مرحبا حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير يا رب. اليوم دجاجة مشوية، تتبيلة سهلة وسريعة ولذيذة. بالبداية عندنا هاي الدجاجة الحلوة المدنفشة، طبعا وزنها كيلو 300 تقريبا. قسمناها قسمين، بدينا نشكشك بيها بالسكينة بكل النواحي. نبدي نحضر التتبيلة. دجاجة راح نخليها كوب خل أبيض، وكوب خل تمر، ورشة ملح، رشة لمندوزي، وراح نعصر عليها ليمونة كاملة. الخل إذا بس أبيض عادي، وإذا بس خل التمر همينه عادي، المهم أكو خل بالموضوع. بعد ما عصرنا نص الليمونة راح نضيف مي بحيث تتغطى كل الدجاجة، نبيتها ليلة كاملة. بعدها راح ننشفها من التتبيلة كلش زين. نجيب بايركس نخلي بيه سيليفون ونضيف عليها الدجاجة. هنا عندنا شوية من البهارات، كركم، بابريكا، فلفل أسود، كمون، ملح. راح ندهن بيها الدجاجة كلش زين، ندخلها الفرن ساعة إلا ربع بس من جوا، بعدين نشغلها من فوق. تشوفون شكلها كلش مشهي، كلش لذيذ. واكيد دجاج لازم نقدمه مع تمن، قدمته ويا تمن اصفر هناش، بس الشكل كلش كافي. لا تنسونا باللايك والتعليق الحلو.